أحسن الله إليكم. يقول السائل: مبتعث يسأل يقول أنني أسكن مع عائلة وعندهم كلب، وكثير ما يأتي إلي الكلب ويلحس قدبي وجسدي، فهل يلزمني الطهارة وتطهير الموضع علما؟ الله يصلح حالك يا سائل، الله يصلح حال هذا المبتعث المسكين، يسأل عن لحس الكلب لرجله وأين، لكن لماذا لا يسأل عن إقامته بين أفراد هذه الأسرة الكافرة، أبنائهم وبناتهم، ليخرج إذا كان عنده ورع ويتحرز ويسأل عن لحس الكلب لرجله وكيف يطهره. أقول طهر قلبك بالخروج عن الإقامة بين أحضان الكفار. لما ابتليت بالابتعاث فانفرد وكن مع رفاق صالحين يعينونك على طاعة الله. هذا من العجائب. يمثل مثل هذا الحال بما قال ابن عمر لبعضهم: تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض. عجيب والله. أنت إن كان الذي سأل الآن ولعله يسمعنا، إن كان هو المبتعث فقد أسمعناه، وإن كان هو واسطة فأبلغه أن عليه أن يخرج ولا يقيم بين أفراد هذه العائلة، بل يخرج وينفرد، يتخذ له سكنا منفردا مع نفسه ويشتغل بدراسته المخصصة ويعبد ربه ويتطهر، ولا يجيه الكلب. ما يجيه كلب لأن ما عنده كلب. أما أن يسكن مع الكلاب، كلاب البشر، الكلب هذا خير منهم. هذا الكلب خير من أفراد الأسرة. هذا الكلب ما هو مكلف. هذه من عجائب الأسئلة. سبحان الله. نسأل الله لأخينا السائل أن يهديه الله الصراط المستقيم، وأن يفتح على قلبه، وأن يبغض إليه الكفر والكافرين، وأن يوفقه للإسراع ليعود إلى بلده، بلاد الإسلام. ونحن لا ندري من أي البلاد هذا السائل، لا ندري هذا من الشبكات ولا من الداخل. لا، السؤال من الداخل. من الداخل؟ نعم. ما شاء الله. أجل الحاضر هذا واسطة. الداخل هذا واسطة، معلوم أنه واسطة. نعم.